السلام عليكم. أطيب تحية للمتابعين. سارينا ممثلة مسرح تعاني من مرض خبيث انتشر بالدماغ والعمود الفقري، وهي عضوة بفرقة ساهرون المسرحية اللي امتازت بالأعمال المسرحية الهادفة الرصينة، اللي تبنت تصوير شؤون مجتمعية تخص أمن المجتمع وتوعية الشعب لمواجهة المخدرات والتدهور المجتمعي والتصدي للفساد. مؤسس الفرقة هو الدكتور أركان محمد، وهو المؤلف والمخرج، والمشرف العام للفرقة الأستاذ خالد المحنة، وكل كادر الفرقة المسرحية أحاطوا سارينا بالرعاية والاهتمام الودي. بعد أن أصيبت بالعمى وفحص الرنين كشف عن إصابتها بأورام خبيثة عديدة منتشرة بالدماغ والعمود الفقري، أحدها ضغط على عصب العين وتسبب بفقدان البصر، وورم آخر على وشك التسبب بشلل بالأطراف، بالرغم من أن الطبيب قال أن العمى سوف لن يزول لأنه يمثل حالة تصلب لويحي بعصب العين بالدماغ، وأنها مهددة بالشلل بالأطراف وقد يحدث مستقبلا. كلام الطبيب كان محبط جدا لسارينا وتسبب لها بانهيار عصبي، لكن مخرج المسرحية، مسرحية البأس، الدكتور أركان محمد والأستاذ أصيل قاسم محمد رئيس قسم المسرح بمعهد الفنون الجميلة، والممثلين وكادر المسرحية كان لهم أثر طيب باحتواء انهيارها العصبي وعدم استبدالها بممثلة بديلة رغم مشكلة النظر التي تعاني منها. أود أن أقول أن الطبيب يحتاج أسلوب فنان للتعاطي مع المريض، وأن الفنان قد ينجح بعلاج مريض لأنه مرهف الإحساس وقد يقيد الطاقات السالبة المسببة للمرض. تحية خاصة لكل فنان، ونسألكم الدعاء لسارينا بالشفاء العاجل.